سيبك من أي حاجة بتعملها دلوقتي. جابرييل ضرب البلية فوق العارضة، وبي اس جي رفع دوري أبطال أوروبا لمارة التانية على التوالي. 3 ركلات ترجيح صنع التاريخ، وحمى أرسنال طار في تلت تانية. وخليني أوجعك برقم الجامد: أشرف حكيمي خد 3 دوري أبطال في مسيرته، وعادل سامويل إيتو كأكتر إفريقي يكسب البطولة. ده أكتر عربي في التاريخ كمان. والله مغربي ده بيكتب تاريخ. وبس استنى الجامد، أرسنال خرج من البطولة من غير ما يخسر ماتش واحد في الوقت الأصلي. أول وصيف انفنسبل في تاريخ تشامبيونز ليج، 5 نهائي أوروبي يخسروه على التوالي. أنا شايف أرتيتا غلط في تكتيك التحفظ ده. رد على مدويكي بس ما لعبش، حرام عليه. وفي الأخبار الجامدة، حساب تشيلسي الرسمي كتب على إكس بعد صافرة: تعال زور موطن البطولات في لندن. ينهار، والباريسيين في الشوارع ولعوا عربيات. حلو الكلام ده. وتعال على الخبر اللي يخصك انت يا مصري. عمر مرموش ما سافرش مع البعثة الأمريكا، حصل على إذن من الجهاز الفني عشان يعمل عقد قرانه. مبروك يا نجم، الحقنا في معسكر. و11 يوم بس على المونديال، واسكتلند خسرت بيلي جيلمور لإصابة في الركبة قبل البطولة. طب وانت، ايه أكتر خبر صدمك الليلة؟ جابرييل ولا حكيمي ولا فضيحة أرسنال؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.